الثانوية العامة أنا عارف إن هي بتبقى فترة صعبة، تمام، ولكن لو أنت عرفت فعلا تتعامل معاها كويس وصح هتبقى أسهل مما تتوقع. ففي الفيديو ده ضروري إن أنت فعلا يكون معاك ورقة وقلم. فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن طيب احنا هنا مش علشان خاطر نخلي الثانوية العامة بالنسبة لنا كابوس، وانا هنا برضو مش علشان اقولك انا جبت كذا في الثانوية العامة او انا سويت كذا وكذا وكذا وكنت من المتفوقين زي ما انت مفكر ان انا هقولك. لكن انا مجموعي في الثانوية العامة ما كانش احسن حاجة خالص. و... ولكن يعني اللي انا اتعلمته واللي انا جاي اقولك عليه بطبقه حاليا في حياتي، والحمد لله جايب معايا نتيجة كويسة جدا. وانا مدرك جدا انتوا بتمروا بايه والظروف اللي انتوا بتمروا بيها حرفيا، وكمية الضغط النفسي وكل اللي انتوا بتمروا بيه. احنا تقريبا داخلين على مراجعة في الثانوية العامة، فانا هنا هقولك على كام نقطة كده تمشي عليهم وان شاء الله يعني الدنيا هتمشي معاك زي الفل وما تشيلش هم. طيب اعمل ايه؟ اول نقطة انت ممكن تعملها بطل تأجل وابدأ من النهاردة مش بكرة. ما تقعدش كل شوية تقول اصل انا هبدأ من بكرة، اصل انا في واحد كذا مش عارف هيبدأ معايا من بكرة انا هعمل كذا. انا واحد منكم صدقني والله، اكبر الاسباب اللي خلتني اجيب مجموع مش كويس في الثانوية العامة ان انا كنت دايما بسوف، دايما بقول بكرة، لا ده بعد بكرة، لحد ما اكتشفت ان فعلا بكرة الاختبار ما عادش فيه اي وقت حرفيا. تمام. تاني نقطة، المذاكرة. دايما الأهل تقولك المذاكرة ما بتخلصش، أصل مش عارف كذا انت ما ذاكرتش الا كام ساعة. يا ابني هي المذاكرة بتخلص؟ حل مش عارف اعمل سوي. انا استوعبت ان فعلا هي المذاكرة بتخلص، ولكن الفكرة انت استفدت ايه بجد. يعني انت مثلا لو هتذاكر مذاكرة مجرد قراية ومش عارف ايه وقعدت فيها 10 ساعات، هل انت فهمت؟ هل انت ركزت؟ هل انت استوعبت المعلومة؟ ولا مجرد انت قعدت الكام ساعة وقمت زي ما انت ما قعدت ما فهمتش اي حاجة، او فهمت بنسبة 10%؟ اكيد دي مش مذاكرة، يعني اكيد انت في حاجة غلط بتعملها مخلياك مش قادر ان انت تنسق فعلا المذاكرة بتاعتك، ولا قادر ان انت تفهم ولا تستوعب. فالمذاكرة لازم تبقى فاهم ان هي مش بعدد الساعات، ولكن بالفهم اللي انت فهمته والتركيز. لو انت فعلا فهمت وركزت يبقى انت كده بتذاكر صح، غير كده انت ما بتذاكرش. خليني مثلا اديلك مثال. تمام، شخص ذاكر 3 ساعات وانت ذاكرت 10، بس هو ذاكر ال3 ساعات بتوعه بفهم وبتركيز، وانت ذاكرت ال10 ساعات لا بفهم ولا بتركيز، مجرد ان انت ماسك الكتاب وعمال تسرح وعمال تقرأ وعمال مش عارف ايه، وقمت قلت ده انا ذاكرت 10 ساعات، بس انت عارف ان انت فعلا ما فهمتش اي حاجة ولا استوعبت حاجة، وخرجت قلت ده انا ذاكرت وخلاص. تمام. فانتوا هنا عمركم ما هتبقوا زي بعض نهائي، عمركم ما هتبقوا زي بعض اطلاقا. فاهم حاجة مش الكمية، ولكن أهم حاجة الفهم والتركيز. ممكن زي ما أنا ما قلت لك هو يذاكر 3 ساعات بمقام 15 ساعة، أو بمقام ال10 ساعات اللي أنت قعدت فيهم على الكتاب، وهيقوم مخلص مذاكرته ومدرك حرفيا هو عمل إيه. تمام. تالت نقطة عايز أتكلم معاك فيها، الأستاذ أو التليفون زي ما احنا ما بنقول في فترة المذاكرة. من أكبر أسباب الكسل اللي تخليك فعلا تكسل إن أنت تذاكر التليفون، ان انت مثلا يكون الفون جنبك و يجيلك اول ما يجيلك اي نوتيفيكيشن او اي اشعار تجري على التليفون تمسكه وتتصفح وتشوف، وايدك تدخل على السناب شات، تدخل على الانستجرام، تدخل على اليوتيوب، تدخل على الفيسبوك، تبتدي ان انت تعمل تشيك كده وتشيك على الاشعارات بتاعتك، فبالتالي تبص تلاقي الوقت سرقك، ضيعت عليه 3 ساعات او ساعتين ونص او فيما شابه. كل ده من وقتك، انت عارف ان الوقت لا يقدر بثمن. تمام. فانت وقتك حرفيا ضيعته انت على التليفون وانت مش مدرك او مش في دماغك الموضوع ده. تمام. اعمل ايه؟ حاول تسيب التليفون في اي مكان تاني في البيت. ممكن تسيبه في الاوضه اللي جنبك، ممكن تسيبه في الصاله، ممكن تقفل اشعاراته وتسيبه في ركن الاوضه. يعني حاول تخلي وقت المذاكره هو فعلا فعلا لوقت المذاكره، غير كده لا. لان انت فعلا وقت المذاكره بتاعك ما تحاولش ان انت تضيعه، وما تحاولش تذاكر وانت على السرير بالله عليك. تمام.
هنا هننتقل لرابع نقطة اللي هي غير مكان المذاكرة لو انت حسيت بملل. يعني لو انت حسيت بملل غير مكان المذاكرة بتاعك. ممكن يكون المكتب بتاعك محسسك بملل، ممكن تكون الأوضة بتاعتك محسسك بملل. جرب مثلا، اوعى يعني ابعد عن السرير، وهرجع اقولها لك تاني، ابعد عن السرير لان ده منطقة راحتك، اوعى تذاكر فيه. تمام. جرب مثلا ان انت تقعد على مكتب تاني، او روح كافيه هادي، او مكتبة، اي حتة هادية. غير مكان المذاكرة بتاعتك او غير روتين المذاكرة بتاعك. صدقني مزاجك هيتظبط وهيبقى احسن بكتير، وهتاخد يعني شوية انرجي كده، والدنيا هتمشي معاك زي الفل. تمام. خامس نقطة، قسم مهماتك الكبيرة لمهمات صغيرة. يعني مثلا لو انت وراك مذاكرة فصل كامل مثلا، ما تقعدش مرة واحدة على الفصل الكامل ده، لأن الموضوع بالنسبة لك هيبقى صعب. ولكن امسك الفصل مثلا يقسمه على مدار اليوم كله. تمام. قول مثلا الصبح هذاكر أول درس، العصر هذاكر تاني درس، بالليل هذاكر مش عارف كذا. فقسم المهام بتاعتك لمهام صغيرة. المهام الكبيرة بتاعتك قسمها لمهام صغيرة علشان خاطر ما تفضلش مدرك وتقول ده الموضوع هيبقى كبير، الموضوع هيبقى صعب، وتبتدي ان انت تكسل في نفسك. تمام. لما انت بتعمل الموضوع ده حرفيا بتحس ان انت انجزت حاجة بجد. لما انت بتجيب كده كشكول او كراسة وتبتدي تكتب المهام الصغيرة بتاعتك، بتحس ان انت فعلا انجزت حاجة لما انت بتنجز الحاجة دي بجد. تمام. ننتقل لاخر جزئية اللي هي اذاكر ازاي. طب انا عملت كل اللي فات ده، برضو ازاي بقى اطبق المذاكرة بتاعتي؟ اول حاجة انت ممكن تعملها علشان خاطر فعلا تذاكر وتطبق المذاكرة بتاعتك، ودي من افضل الحاجات اللي انا عرفتها، او من افضل الحاجات اللي انا مشيت عليها الفترة الاخيرة في الكورسات بتاعتي وحاجات كتير جدا، طريقة البومودورو. البومودورو بكل بساطة ان انت بتذاكر 25 دقيقة بتركيز وفهم، بتركيز وفهم. تمام. مش 25 دقيقة وكده وخلاص، لا، 25 دقيقة بتركيز وفهم، 5 دقايق راحة. وتكرر الموضوع ده لحد ما تخلص فعلا عدد الساعات بتوعك او المذاكرة بتاعتك بكل بساطة. الطريقة دي صدقني انت لما بتذاكر بتدي لعقلك 5 دقايق راحة كده يفصل. ممكن تقوم تتمشى في البيت، تلعب لك 20 ضغط، تلعب لك مش عارف ايه، تحرك الدورة الدموية عندك. فبالطريقة دي انت فعلا بتغذي العقل وبتغذي كل جسمك، بتخليه يكون نشيط طول الوقت، على عكس ما تفضل مثلا قاعد ساعتين ولا حاجة ولا ساعة كاملة، تبص تلاقي انت حرفيا بتحس بكسل وبتحس بملل. فطبق الموضوع ده لان فعلا الموضوع ده مهم جدا. تاني طريقة، تكتب الملاحظات. ما تكتفيش بالقراية بس، ولكن لازم ايدك تكتب، لازم ايدك تحفظ زي ما عقلك بيحفظ، ايدك لازم برضه هي كمان تحفظ. تمام. اكتب بايدك ولخص، لان التلخيص صدقني والله يعني من افضل الحاجات او من اهم الحاجات اللي انت تعتمد عليها في المذاكرة. ننتقل لتالت نقطة وانا شايفها ما تقلش اهمية عن الاتنين اللي فوق، حل امتحانات قديمة، ويمكن نحطها فوقهم كمان. يعني انا كنت عايز اقول دي اول نقطة. تمام. حل الامتحانات القديمة، هتعرف حرفيا بالطريقة دي اسلوب الاسئلة بتاعتك، وتاخد ثقة كمان زيادة في نفسك، بحيث انت مثلا في فترة المراجعة بتاع الثانوية العامة الفترة بتبقى كبيرة، حليت مثلا خلينا نقول 100 امتحان عربي، 100 امتحان فيزياء، 100 امتحان مش عارف ايه. انت تقدر تحل 100، يعني انت اكيد بتحل اكتر من 100 في فترة المراجعات بتاعتكم. تمام. لو انت جيت تبص لها، تمام، 100 امتحان، يعني انت شوف انت حليت فيهم كام سؤال. اكيد الامتحان اللي هيجيلك ده مش هيطلع من بره ال100 امتحان، ولو طلع يعني هيبقى نادر نادر مسألة 2. غير كده صعب ان هو تلاقي مثلا 10 مسائل مختلفة او 10 مسائل انت محلتهمش قبل كده، لأ. فعلشان كده بنقول حل امتحانات قديمة، لان حرفيا يعني الامتحانات القديمة هي اللي هتزود ثقتك في نفسك، هي اللي هتخليك داخل الامتحان عارف ان انت اصلا ممكن يكون السؤال اللي انت قاعد قدامه انت حلته قبل كده وفاكره. تمام. فحل كتير جدا لان الحل مهم جدا. تمام. اخر حاجة، كافئ نفسك. لو انت شايف ان انت عملت انجاز، كافئ نفسك، ادي لنفسك حاجة انت بتحبها، انزل اتمشى، انزل اقعد على كافيه، انزل اخرج مع صحابك في يوم، انزل مش عارف ايه. كافئ نفسك علشان خاطر تفضل متحمس. يعني مثلا لما انت بتبقى ماشي على طريق
وعارف ان انت في الاخر هتوصل لحاجة، للمكافأة اللي انت مستنيها او للمكافأة اللي انت بتمشي علشانها، الموضوع بيبقى فيه حماس شوية. فانت دايما حط لنفسك مكافأة في نهاية المذاكرة او في نهاية التاسك اللي انت حاطه لنفسك. تمام. في الاخير لازم تبقى عارف ان الثانوية العامة مش نهاية العالم، حرفيا مش نهاية العالم. ولكن انت اللي مطلوب منك ان انت تذاكر فعلا بذكاء وخد بالاسباب، وان شاء الله ربنا عز وجل هيوفقك.